هل ممكن فريق يروح بطولة باتنين مدربين وقائمتين؟ الكاميرون هتجاوبك. الراجل ده اسمه مارك بريس، من اول يوم ليه كمدرب للكاميرون وهو شايف صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني راجل نرجسي، وده خلاه في صدام دائم معاه لحد ما ايتو لقى الوقت المناسب عشان يقيل الراجل ده، وفعلا اقاله. لحد هنا تمام. وايتو راح جاب مدرب وطني اسمه ديفيد باجو، وهو اللي هيقود المنتخب في بطولة افريقيا. وفعلا اعلن قائمة المنتخب للبطولة ما فيهاش لا اونانا ولا تشوبو موتينج ولا فينسنت ابو بكر. صحيفة ذا صن هنا فجرت مفاجأة وقالت ان استبعاد ابو بكر جاب توصية من صامويل ايتو عشان ابو بكر ناقص له 12 جول ويبقى هو الهداف التاريخي للكاميرون ويكسر رقم ايتو. ده انت نرجسي فعلا يا ايتو بقى. المهم ان دي مش اغرب حاجة حصلت، لان مارك بريس اللي تمت اقالته بيظهر تاني وبيقول انه مدعوم من رئاسة الجمهورية وعقده مكمل ل 2026 ومش هيمشي من منتخب الكاميرون. وكمان راح اعلن عن قائمة الكاميرون في افريقيا وفيها الثلاث لعيبة اللي استبعدهم المدرب اللي جايبه ايتو. وبعدين في الخيلة الكدابة اللي احنا فيها دي بقى مش فاهم انا.